السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. الحلقه ديت هنتكلم فيها على اللاعبين اللي انتقلوا من النادي الاهلي الى نادي الزمالك في اخر 25 سنه. ليه؟ لان في نغمه دايره اديها كذا يوم، اللي انا ملاحظه ان في اجنده بيمررها بعض الخبثاء من الاعلام الرياضي بتقول ان النادي الاهلي بينتدب الكثير من لاعبي الزمالك وبيعتمد على لاعبين نادي الزمالك سواء في قوامه الاساسي او في البطولات اللي بيحصل عليها. طبعا ده انجاز زائف وصنع عجوه جديد، فهو على هوا النخبه الزملكاويه وبعض من جماهير الزمالك، فدورنا هنا ان احنا نرد عليهم ونهدم اصنام العجوه واحد تلو الاخر زي ما احنا بنعمل دايما، وده اللي بيضايقهم مننا. قبل ما ابدا في 3 اعتبارات عايز احطهم بس مع حضراتكم عشان نكون في الصوره ويكون الكلام فير. اول حاجه، الرولز اللي هم حطوها للاعبين اللي انتقلوا من طرف الزمالك الى الاهلي هي اللي هستخدمها في اللاعبين اللي انتقلوا من الاهلي للزمالك. يعني ايه؟ يعني لعيب كان ناشئ في نادي الزمالك قعد له سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4، مشي 10 سنين من الزمالك، جه لعب في النادي الاهلي وما بيعتبروه جاي من الزمالك للاهلي. لعيب كان محترف جه لعب في الزمالك سنه ولا 2، مشي 4 5 سنين، رجع على النادي الاهلي، هم بيعتبروه لعيب انتقل من الزمالك للنادي الاهلي. فانا هاخد نفس الرولز دي وهحطها مع حضراتكم في اللاعبين القائمه اللاعبين اللي انتقلوا من الاهلي للزمالك. طيب ايه الاعتبار الثاني؟ ان انا عايز حضراتكم تقارنوا معايا بين ان اللعيبه اللي راحت من الاهلي للزمالك كانت نجوم الصف الاول في الزمالك، يعني هم كانوا نجوم الاحلام وكانوا هم نجوم فرقتهم في الزمالك، بينما على العكس وده على لسانهم هم ان اللاعبين اللي انتقلوا من الزمالك للاهلي كانوا دايما بدلة، كانوا لاعبين جيدين لكن كانوا دايما بدلة ومش هم نجوم الصف الاول في النادي الاهلي، كان واحد من ضمن فريق وغالبا كان بديل. فالتأثير لاعبين الزمالك اللي جم في الاهلي اثروا اقل بكتير جدا من نجوم الاهلي اللي راحوا الزمالك. الاعتبار الثالث والاخير ان لازم حضرتك تعرف ان كل اللاعبين او 90% من اللاعبين اللي انتقلوا من الاهلي للزمالك كان الاهلي اللي سايبهم، قال لهم احنا مش عايزينكم خلاص امشوا، حتى لو عايزين تروحوا الزمالك روحوا. بينما اللعيبه اللي اخذها الاهلي من الزمالك كانوا نجوم الزمالك، كانوا نجوم الزمالك وفي البرايم بتاعهم في الزمالك، والزمالك كان بيبكي وبيعيط تحت رجلهم عشان خاطر يجددوا معاه، ومع ذلك الاهلي خدوهم منه. واخر حاجه بس عايز اقول على الهامش كده، ان الاهلي كان يقدر ياخد قد المجموعه دي والقايمه دي 3-4 مرات، سواء ماديا او مؤسسيا او مجد شخصي للعيبه او قدره او قوه، كان يقدر ياخد، بس الاهلي ما عملش كده. تمام؟ هل يا عزيزي تتخيل ان قائمه اللاعبين الاهلاويه اللي انتقلوا لنادي الزمالك في اخر 25 سنه يتخطوا 16 لعيب، في المقابل قائمه اللاعبين اللي انتقلوا من الزمالك للاهلي في اخر 25 سنه لا يتعدوا 11-12 لعيب على كل الزيطه والهيلمان اللي هم عاملينه. طب مين القائمه ديت؟ بالنسبه للاعبين اللي انتقلوا من الاهلي للزمالك في اخر 25 سنه: حسام حسن، ابراهيم حسن، ابراهيم سعيد، شريف اشرف، حسين ياسر، دومينيك دا سيلفا، هاني سعيد، محمد عبد الله، كريم بامبو، مؤمن زكريا، كهربا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، احمد حمدي، حسن مصطفى. حسام حسن، ابراهيم حسن كانوا نجوم الزمالك في فرقه الاحلام. ابراهيم سعيد افضل مدافع في الزمالك في فرقته. شريف اشرف هداف الزمالك في الوقت اللي كان موجود فيه في 2007. حسين ياسر المحمدي كان نجم الزمالك في 2009. دومينيك دا سيلفا ممكن نقول ما نجحش قوي مع الزمالك. هاني السعيد كان من افضل مدافعين مصر وافضل لعيب في الزمالك او مدافع في الزمالك في وقتها 2013. محمد عبد الله كان افضل باك يمين في الزمالك. كريم بامبو ممكن نقول ما نجحش النجاح المبهر مع الزمالك. مؤمن زكريا كان نجم فرقته. كهربا كان نجم فرقته وفي البرايم بتاعه. ناصر ماهر على كلامهم هم دلوقتي هو نجم فرقتهم. عبد الله السعيد نجم فرقتهم. احمد الشيخ ممكن نقول ما نجحش قوي. احمد حمدي السوبر حمدي اللي هم قالوا عليه جاب لهم الكونفدراليه نجم فرقتهم في وقت ما لعب. حسن مصطفى كان واحد من افضل خطوط النص في مصر وافضل خط نص في وقتها في الزمالك في الوقت ده. طب تعالوا نشوف بقى القايمه اللي انتقلت من الزمالك للاهلي وشوف كم اللي كانوا بدلة فيها. اسلام الشاطر كان اساسي. طارق السعيد كان بديل. محمد صديق كان بديل. معتز زينو كان بديل. نادر السيد كان بديل. هاني العجيزي كان بديل. صابر رحيل كان بديل وفشلت اصلا التجربه يعني. ياسر ابراهيم هعتبره اساسي لان انا بحبه جدا. احمد رضا بديل. اشرف بن شرقي، امام عاشور، زيزو
كانوا اساسيين، يعني حوالي 5 لاعيبه من ال 12 بس كانوا اساسيين في النادي الاهلي ومؤثرين، واصلا لسه في منهم زيزو واشرف بن شرقي لسه جايين. طب هل تعلم يا مؤمن ان قبل سنه 2000 ده انا نسيت كمان في واحد اللي هو رقم 17 عصام الحضري، افضل حارس في افريقيا وفي تاريخ مصر. يعني 17 لعيب انتقل من الزمالك، من الاهلي للزمالك، مقابل 12 لعيب بس انتقلوا من الزمالك للاهلي. تعال بقى شوف مين اللاعبين اللي قبل سنه 2000 وقبل الاحتراف اصلا الاهلي او الزمالك خدوهم من بعض. الزمالك خد من الاهلي 4 لعيبه، دول اللي انا فاكرهم. الاهلي خد لعيب واحد بس اللي هو رضا عبد العال وفشل اصلا. طب الزمالك اخد مين؟ اخد جمال حمزه، اخد جمال عبد الحميد، اخد زكريا ناصف، اخد عبد الجليل، اخد ايمن شوقي. كانوا نجوم فرقته في وقتها. يعني فريقين الاحلام اللي كانوا عند الزمالك، فتره كان في نجمها جمال عبد الحميد وفتره كان نجمها حسام حسن. اللي انا عاوزه من اخواتي الاهلاويه، انا مش عايزك تعمل لي كومنت في الفيديو ده. انا الكومنت الوحيد اللي عايزك تعمله ان انت تجيب لي، تعمل شير للفيديو ده لصاحبك الزملكاوي وتجيب له رده قال لك ايه. انا عايز اعرف ردود الزملكاويه بس. عايزك تعمل لايك شير للفيديو لصاحبك الزملكاوي وتقول لي صاحبك الزملكاوي قال لك ايه، او تمنشنهوني يرد لي على الفيديو ده هنا. مش هطول عليك، انا زي ما قلت لكم عايز اعمل سيرفي كده واعرف ردود الزملكاويه على الكذبه دي، واحنا فيها لايف اهو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.